بعد تعرضه لوعكة صحية أبرز المعلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي. تعرض الفنان نبيل الحلفاوي أمس الأربعاء لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتسببت إصابة الفنان الكبير في حالة من القلق بين محبيه من جمهور الدراما في مصر والوطن العربي لما له من رصيد كبير وأسرى به الفن المصري والعربي. نبيل الحلفاوي شهرة واسعة بأعماله الدرامية أبرزها رأفت الهجان وزيزينيا والنوس وغوايش والكهف والأزهر الشريف منارة الإسلام والجليات وغيرها. نبيل الحلفاوي في إبريل عام 1947 بحي السيدة زينب بالقاهرة، ولعب الملاكمة في عمر 17 عام. تخرج نبيل الحلفاوي في كلية التجارة سنة 66، ثم معهد الفنون المسرحية سنة 70. التحق بالعديد من الكليات أبرزها الصيدلة والهندسة، وكان آخرها التجارة. جوز نبيل الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، ورزق بابنهما خالد الحلفاوي. كانت أولى أعمال نبيل الحلفاوي الفنية مسلسل محمد رسول الله، واللي سبق عرضه عام 1980. أشهر أعمال نبيل الحلفاوي السينمائية فيلم العميل رقم 13 وسيدة القاهرة وشبكة الموت وتسليم أهالي وسوبر ماركت. ومن أبرز أدوار نبيل الحلفاوي دور محمد نديم في مسلسل رأفت الهجان، ومعلق جنون في مسلسل غوايش. لقب الجمهور الفنان نبيل الحلفاوي بالقبطان وقلب الأسد. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء أمس الأربعاء عن تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات. وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عدم معرفته بتطورات الحالة الصحية، حيث قال في تصريحات خاصة: "ما أعرفش حاجة عن حالته".